مقضيها انت ايه شحن ببلاش والدنيا هيلمان. الحمد لله هيلمان. الحمد لله رب بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. في الفيديو الصغير ده هوريك ازاي تشحن سيارتك الكهربائيه مدى الحياه ببلاش، وتعتمد على كهرباء البيت الكامله ببلاش، وازاي تدي كهرباء للحكومه برضه ببلاش. تعالى كده اوريك بقى سريعا. صديقي النهارده وليد عنده طاقه شمسيه في البيت، هنطلع دلوقتي مع بعض نشوف سيستم الطاقه الشمسيه بتركب ازاي، هنعرف التكلفه كام، وهنعرف وليد بيوفر قد ايه والحاجات دي كلها. يلا بينا. احنا دلوقتي كده يا جماعه طالعين عند عم وليد على السلم. هلا بالحبايب. اهلا يا اهلا وسهلا. كل دي طاقه شمسيه بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله ببلاش، ها؟ ببلاش الكهرباء. طبعا ببلاش. بنرحب طبعا بباشمهندس يوسف. حياكم الله. باشمهندس يوسف من شركه الثقه اللي مركبه لعم وليد بقى الطاقه الشمسيه. بنرحب بباشمهندس محمد. باشمهندس محمد برضو من شركه زميلي الثقه. نعم. شرفنا بيكم. يا أهلا مقضيها انت وسهلا. ايه شحن ببلاش والدنيا هيلمان. الحمد لله رب هيلمان. العالمين. الحمد لله رب بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بشحن بطاريه الاي دي 4 كل يوم ببلاش. ببلاش. طيب احنا سريعا كده بما ان دي طاقه نظيفه، عايزين نعرف كده سريعا الكهرباء الطاقه الشمسيه بتطلع كام كيلو واط؟ الحاجات دي بتكلف كام؟ الحاجات اللي بتهم اي حد دلوقتي عايز يركب طاقه شمسيه. 100%. هلا بداية يعني نحكي عن الطاقة الشمسية بشكل عام. تمام. هي هنعلي عبارة صوتنا بقى عن شويه. نظام الألواح الموجود قدامنا تقريبا نحكي تمام. مع محولات الموجودة تحت، بتساهم معنا على توفير تقريبا ما يقارب بهذا المنشأة احنا بنحكي من 1500 ل 2000 كيلو واط في الشهر. فلما بنحكي عن نظام التوفير بهاي الطريقة فأنت مغطي تقريبا تكاليف الكهرباء عندك للبيت وللسيارة بالنسبة للعميل أبو خالد. طيب بكام هتتوفر كام وكم متر وكم مساحة وهوفر كام في السنة وهطلع كام كيلو واط وهدي للحكومة كام كيلو؟ الحاجات اللي هي ايه يعني أنا أعطيك شوية تفاصيل عشان الناس تفهم تفاصيل في الموضوع. طبعا تعتمد على نوعيات عديدة من العدادات نحكي، أو تعتمد على نوع العداد ونوع الاشتراك بشركة الكهرباء، وتعتمد على حجم الاستهلاك عندك في البيت. تمام. فاحنا بنحكي حاليا خلينا نخصص هذا النظام اللي نشرح عنه على اساس بالظبط تحاول نشرح اكثر. المساحه بسم الله ما شاء الله يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. اخذناها لهيك نظام ما يقارب مساحه كبيره بسم الله ما شاء الله 70 متر مربع. النظام بتحكي عن اولموست 10 كيلو وات بير اور، يعني 10 كيلو وات في الساعه، فبيوفر 10 كيلو في الساعه 10 كيلو وات بير بسم اور. الله ما شاء الله. حلو. فساهم على توفير كامل الاستهلاك الكهربائي للعميل، والاستهلاك الكهربائي في المنشأة هاي يعتمد اعتماد تام على سيارة الكهرباء. لذلك حبينا نحكي عن هذا الموضوع بشكل خاص عشان أيوة. سيارات الكهرباء ونشجع الناس على هاي الاستثمارات. بالضبط. علما برضو من باب التشجيع هاي الأنظمة مدعومة من الحكومة، غير عن انه انت بتاخذ قاعد 10 كيلو وات بالساعة. تمام. انت ممكن تاخذ عليها دعم حكومي مش اقل من 700 دينار تقريبا. ده في الأردن عندكم هنا؟ نعم، للأنظمة المنزلية. دعم ازاي معلش؟ الدعم هذا من وزارة الطاقة، خصصته لأصحاب المنشآت المنزلية اللي بتركب نظام طاقة شمسي، على أساس نشجع هذا الاستثمار والناس تمشي فيه أكثر. ممتاز. لأنه هذا طاقة نظيفة بالنهاية، نظيفة يعني بنحكي إحنا عن المردود أو الانبعاثات الكربونية بتقللها بنسب عالية جدا، فلذلك الناس بدها تشجع طبعا، والدول بتشجع على هذا الإشي وعلى هذا الاستثمار تخصيصا. فلذلك إحنا بنحكي عن دعم ما يقارب 700 دينار بتاخذهم من وزارة الطاقة عن تركيبك هذا النظام. 700 دينار بتاخذهم كاش؟ نعم، تاخذهم كاش بعد تركيبك نظام منزلي ما شاء الله. الطاقة الشمسية. طيب بتكلفني كام؟ تكلفة هاي الأنظمة تتراوح، يعني نحكي إحنا شوف الأنظمة عديدة زي ما حكينا ولها كثير أحجام تعتمد على الاستهلاكات، لكن هون إحنا بنحكي عن عداد 3 فاز في هاي المنشأة. يعني هنا مركبين عداد 3 فاز؟ هون نعم، هذه المنشأة هي عبارة عن فيلا منفصلة فأخذت 3 فاز لأنه إلها خصائصها. نعم، فيها مصعد. تمام. لذلك نوعية العداد فيها كانت 3 فاز، فلذلك أخذ نظام يعتبر من الأنظمة المتوسطة الحجم، مش غالية لا، يعني متوسطة الحجم. هم عدة أنظمة، الصغير والمتوسط والكبير، هون من نصنفه من الأنظمة المتوسطة. تكلفة هيك أنظمة من 5500 دينار تقريبا تنتهي ب 6500، تعتمد على عدة عوامل، منها الارتفاعات للحديد، ومنها يعني نفس نحكي خصائص الموقع نفسه. المساحة بالمساحة بقى يوسف ولا بالإيه؟ بالنسبة لإيش؟ يعني ال 5000 دينار دول أو 4000 دينار نعم، دول مساحة انت قستهم على المساحه؟ لا مش على المساحه، على حجم الاستهلاك، على الكيلو وات 100%. على كم كيلو وات انا بدي اعطي هاي المنشاه. تمام. هون هذا النظام بنحكي عن 1500 لغايه 1700 كيلو وات كافريج، نحكي مونثلي، يعني كل شهر تقريبا بيعطي 1500 كيلو وات. فلذلك كان سعره بهاي تقريبا البادجت تختلف باختلاف بسيط، يعني نحكي 1700 وات كتير برضه، مش قليلين، حاجه كبيره يعني. طبعا يعني انت ما بتحكي عن
يعني نحكي الاستهلاكات 1700 الاستهلاك الطبيعي مثلا 600 700 100%. بس هون يعني ما شاء الله الفيلا شوي كبيره ما شاء الله كبيره. يعني ده نظام تفاصيل الاستهلاك عنده عاليه نوعا ما، لانه بيستخدم سياره كهرباء، وسياره الكهرباء الموجوده هون اتوقع اي دي 4 فاستهلاكها مش سهل، وبرضه مشاوير العميل عندنا هون ما كانتش بسيطه. فلذلك هو بالنسبه له مبسوط، يعني وفر الطاقه او نحكي وفر الاستهلاكات كامله طبعا العربيه ووفر البنزين والبيت. فانت نعم اجيت على طريقتين توفير. هو بالنسبه له هلا تقريبا الشيء اللي بدفعه شهري، ما بدل فاتوره كهرباء كانت تتراوح ما بين ال 200 وال 250 دينار، صفت على ما يقارب ال 20 دينار 25 دينار، ففرق شاسع جدا. والبنزين اللي كان يكلفه ما بين ال 150 ل 200 دينار بالشهر حاليا هو وفره. نعم. يعني نقدر نقول للناس ان احنا ممكن نجيب ثمن الخلايا الشمسيه دي بعد كام سنه؟ هلا عادة في الأردن لأنه إحنا نوعا ما نعتبر من أغلى تقريبا أسعار الكهرباء في الدول الشقيقة، فبنحكي عن ما يقارب 2 ل3 سنوات الأنظمة المنزلية عشان تسكر سعرها البي باك بيريود، بتجيب ثمنها وبعد كده الباقي ببلاش بقى 100%. طيب الصيانه ايه؟ الصناعات تختلف، يعني نحكي حسب المواصفات، لكن بشكل عام زي ما انت شايف يعني الصين واكل الجو. هاي لا الصناعه انا قصدي الصيانات ما يعني بهيك انظمه عاده ما بنحتاج صيانات اذا خالص. كانت نعم قليله جدا نحكي، الا في الفتره الاولى من التركيب اللي هي بتحتاج ممكن الاكسسوارز ممكن تكون يعني نحكي ممكن مرات تكون سوء تركيب، وهذا حكي ليس مش من انواع الصيانه. الصيانات الثانيه اللي يعني نحكي زي ده ازاز، والازاز بتمسح وخلاص. ازاز بتمسح وخلاص. طبعا إلها اساليب معينه في المسح، إلها بيهيفير خاص يعني في هاي السلوك اللي بدك تتعامل فيها، تتعامل مع هاي الالواح. لكن اذا انت التزمت كعميل بهاي الشروط امورك 100%، والصيانه بتنساها تماما، والنظام بيعيش من ال20 سنه فما فوق. ما شاء الله. طبعا. لا انت جينا كده يا عم وليد، تعالى لنا كده يا عم وليد. يعني انت كده تقول لنا بقى انت بقالك كام سنه مركبها؟ يعني انا من 2019 خلينا نحكي تقريبا 2019 ركبناها تقريبا. انت جبت ثمن الخلايا كده خلاص؟ اول سنتين يعني قيمه الفواتير اللي كنت حدفعها في اول سنتين تكلفه النظام. الله يبارك لك. انت كنت تدفع كام في الشهر تقريبا؟ تقريبا بحدود ال 300 دينار كل شهر كهرباء. كل شهر كهرباء. عندي استهلاك عالي شوي بسبب التكييف، مكيفات وشويه شغلات، يعني عندي الفرن والاجهزه الكهربائيه بالبيت كله على الكهرباء. وبعدين سيارة الكهرباء، فلما تيجي تحسبها انت بتحسب 300 وشوي تقريبا بالشهر. ما شاء الله. وهذا اللي خلاني اركب نظام في خلال سنتين تقريبا او سنتين وشهرين. نعم سنتين رجعت اللي دفعته كامل الحمد لله، وباقي المده عايش ببلاش بقى كده خلاص الحمد لله رب العالمين. طيب انت قلت لي انت عامل كهرباء 3 فاز وكهرباء 2 فاز. نظامين مركبين لانه البيت كبير، هو بيتين يعني، ففي عندنا نظام 3 فاز وعندنا نظام اللي هو السنجل فاز. هذا انتاجه تقريبا 26 ل 30 كيلو وات، وهذا انتاجه تقريبا من 75 ل 85 كيلو وات يومي. تمام. فالانتاجين ما شاء الله يعني بغطوا حاجه البيت وزياده، حتى بعض الفترات بيكون عندي فائض بالانتاج، رصيد فائض بالانتاج. بتدي الحكومه بعدها؟ بعطيه لشركه الكهرباء. احنا عندنا شركه الكهرباء شركه خاصه مش تبعنا. انت كده مش مركب بقى بطاريات انت؟ لا هون نظامنا احنا اون جريد. هاي مهمه جدا. هاي النظام اللي احنا بنحكي فيه هو نظام الاون جريد. الاون جريد يعني انت مربوط مع الشبكه. مع الشبكه. انت هون عاملين هم نظام معين للمقاصه السنويه، كل 3 سنوات تقريبا بيرجع بتصفر العداد، بيعمل ريسايكل لكل الفواتير اللي عليك، على اساس انه خلص تكون هنا الانتاج الفائض عن حاجتك بيروح عليك. لكن 3 سنوات تخزين احسن من اي بطاريه. طبعا وهي نقطه جدا مهمه. وما بتغيرش بطاريات كمان ولا في بطاريات ولا في. عشان هيك انا لما حكيت لك عن موضوع الصيانه، حكيت لك الصيانه هون شبه معدومه في هيك انظمه اذا انشغلت صح ما فيها صيانه نهائيا. العوامل نحكي الجويه مرات ممكن تاثر عليها، لكن بشكل جدا بسيط. يعني انت شفت الفتره الاخيره اللي هي البرد، ممكن هنا الفرجيك اللوح. منطقتنا احنا كانت متاثره اكثر منطقه بالبرد، لكن هاي يعني كل هذا القديم. اللوح واحد بس. لا هذا اللوح مكسور بحاجه ثانيه، يعني موضوع ثاني كسره، مش موضوع لكن حتى لما البرد وقع ما فيش حاجه تكسر. لا هاي النظام كامل هناك ما شاء الله. هاي النظام كامل ما في عليه اي ملاحظات ولا اي شيء. ما شاء الله. انت صيانته يا عم وليد؟ ما عندي اي صيانه، انا بس اللي بنعمله عليه نحن بننظفه بالصيف مرتين او 3 يعني هو كل اللي بيحتاجه ميه وفرشايه مرتين او 3 عشان الارتفاعات العاليه بس بسلم وتجيب سلم وخلاص ولا اكثر من هيك ابدا. يعني كل شهر مره، وبالشتاء بدون تنظيف لانه في مطر عندنا، فالمطر بنظفه اوتوماتيك لحاله. في الشتاء بقى لو ما فيش شمس
بنعمل ايه؟ هلا شوف، احنا ما بنعتمد على فصل معين، لانه انت عندك فائض حكينا بتاخده من الفصول اللي فيها نحكي فيها شمس عالي. فلما بنحكي عن انتاجيات عاليه بفصول الصيف والربيع، فهدول بيعوضوا الشتويه كامله، لانه الانتاجيه فيهم اصلا مش زيادة. يعني احنا لما حكينا معدل ال 1700 او 1500 هو معدل ما بين الاشهر الشتويه والصيفيه، لكن لما بدنا نيجي نخصص شهر صيف ممكن يوصل ال 2000 وال 2300. فهاي نقطة بتعوضك في الأشهر الشتوية. فإحنا لما بنحسبها، وحسبتنا بشركة الثقة جدا دقيقة لهذا الموضوع عشان العميل يستفيد أكبر استفادة، لذلك دائما بنكون حاسبينها على الأفريج ما بين الصيف والشتاء. فهاي نقطة جدا مهمة. يعني توني هاي الآن عندي آخر فاتورة أنا، خلينا هون نشوف مع بعض إذا كان واضح عندك. واضح. الرصيد المدور المستجر من الشبكة والمصدر للشبكة والمدور. المدور السابق كان 700 والآن أصبح 1180. ده اللي ليك ده ولا الفائض ده اللي ليك؟ اللي ليا فائض. ما شاء الله. يعني اعتبرت شهر مجانا اهو كده، شهر نص شهر تقريبا تقريبا، وحيزيد في خلال الفترة الجاية شهر 8 و7 طب وبيزيد. ممكن نوري الناس الانتاج بتاع الطاقه دي بينزلك في الشهر؟ ممكن او 3 سهل. شهور الحاجات دي كلها. انت ليكوا ابلكيشن طبعا يمشي 100% في ابلكيشن احنا بنعطيه لكل عميل نظام مع 3 فاز أول شيء. التركيب. تمام. نروح على الهيستوري هون. ايوه. ده إنتاج اليوم لحد الآن 62 كيلو. يعني تشحن عربيه 3/4 عربيه اي دي 4 تقريبا. ده ده الإنتاج. بعد ده كده انتاج اليوم بس. الويكلي ده انتاج الاسبوع. طبعا هي انت بالنهايه السياره ممكن تنشحن عندك في الاسبوع مره، هذا احنا بنحكي في انتاج يوم. ايوه صح. ايوه فهي اليوم نقطة تاريخ جداً واحد، ده انتاج الشهر منثلي. طبعا التاريخ اليوم 1 تمام. 6 62 كيلو اللي هي تاعت اليوم. الشهر لو جينا بقى. على الشهر اللي قبليه شهر ايار، تمام. ابريل. ده 2196 كيلو الانتاج. ما شاء الله. ما شاء الله. ده انتاج اللي هو خلينا نحكي انتاج اللي هو 3 فاز. الثلاثه فاز. لانه هون العميل عندنا ابو خالد عنده ساعتين، عداد الواحد 3 فاز فاز. وعداد ال3 فاز. نعم، فبعداد ال3 فاز حاطين له احنا نظام ما يقارب ل 11 كيلو وات بير اور، ونظام الواحد فاز ركب من عندنا نظام 5.5 كيلو وات تقريبا. تمام. فهاي نقطة جدا مهمة. طبعا في تعديل على الأنظمة، دائما زاد الاستهلاك بنرجع بنزيد حجم الأنظمة، وهاي الفلكسبيليتي بتعطيك راحة فعليا في موضوع انك انت لو بدك تزيد ما عندك مشكلة. بس دائما يعني نحكي العائق مرات بصير معنا هي المساحات المتوفرة، لكن ما شاء الله هون يعني كانت الكيس عندنا مساحات موجودة، فلذلك العميل خدت براحتك. نعم 100% اخذنا هاي النظام السنجل فاز راح يشرح لك عنه المهندس محمد. هاي انتاجه مثلا. يعني هون عندنا نظام السنجل فاز تقريبا. هلا ابو خالد فاتح لنا يوم بيوم، تقدر تشوف كل يوم كم كان انتاجيته. هون مثلا في اول الشهر 27 26 ده في اليوم. ده السنجل فيز. بالضبط. يعني خلينا نشوف مثلا هون في اسوأ الظروف الجويه كم كان جايب عندنا 11. ده اقل حاجه. على ما كان الجو غبره وشوي هيك. توتال. لا توتال في شهر 5 700 شهر 4 كده. 736 كيلو. بالضبط. شهر 5 بالضبط. شهر 5 برضه واحدة من النقاط ممكن نثيرها مهندس محمد، انه احنا اصلا في فصل هذا الاجواء يعني مش صافية 100%. بالضبط. فهاي نقطة جدا مهمة يعني. وهي واحدة من الشغلات يعني اللي دائما الناس بتتساءل فيها، انه زي ما تفضلت انت قبل شوي الشتاء والصيف. بالزبط. مع ذلك يعني هي احنا مغيمة، لكن احنا وصلنا لتكنولوجي نوعا ما نحكي اعلى من الموجود، يعني اعلى الموجود عالميا نحكي ومحليا اللي بنشتغل فيه، فبيساعد على تقليل اثر الظل في الالواح، فالانتاجيه دائما عاليه حتى لو كانت نحكي فيها غيوم وفيها عوامل جويه بتاثر على انتاجيه الالواح. فهي نقطه جدا مهمه. الله يبارك لك يا ابو خالد. الله يحفظك ويبارك في عمرك. طيب احنا في اوفر للناس اللي ولا ما فيش؟ طبعا في خصم 90%؟ في خصم يا عم وليد في خصم ان شاء الله اللي يسر الجميع. خد بالك انا عندي متابعين من الاردن كتير. ان شاء الله ما بنقصر معهم، حبايبنا جماعه الاردن اي واحد عرفتوني. اكيد له الخصم اللي يسروا ان شاء الله. طبعا باعلى المواصفات طبعا، وزي ما انت شايف الهيكل المعدني. توني في شغله كثير مهمه. جماعه الثقه ليش احنا اشتغلنا معاهم؟ جماعه الثقه طريقه الشغل تبعتهم البروفيشنال بالشغل من ناحيه الحديد والقواعد. لو جيت صورت هون مش دعايه عشان الناس لا مش دعايه. يعني احنا اليوم شفنا لا احنا اليوم شفنا الفيديو اللي كنت اتفرج عليه انا وياك بالضبط في مصر، وحصلت هون في الأردن أنه كانت رياح شديدة. فهم لما بيركبوا ما بيركبوا بطريقة عشوائية، يعني مهندسين بيقعدوا بيجتمعوا بيعملوا رسم لسرعة الرياح في المنطقة، فبتكون القواعد بالطريقة هاي راكبة. وهاي شغلة كثير مهمة.
طبعا. لان شفنا ضرر لبعض المشاريع كان لشركات ثانيه كان في ملاحظات انه النظام كامل طاير، عشان هيك هم بيدققوا على القواعد تاعتها والحديد. هاي شغله كثير مهمه للي بده يركب. انا مش بحكي لا سواء بده يركب من عند الثقه او من عند غيرهم. الخصم كام في المية بس يا يوسف كده؟ الخصم يعني انت نسيب مسرع محمد. عند محمد يعني احنا مش راح نقصر مع اي حدا بيجي من طرفك اكيد حبيبي. يعني ممكن يتقدم خصم لغايه 10%. تكرم عينك. طب ممتاز. ممتاز والله. انت مين 15. هتكتسب بيه؟ تقول لي شركه الثقه طبعا. عملت خصم ولا لا؟ يعني ومتابعه مش بس هيك، يعني احنا بنعطي حبيبي. كفالات اصلا اوريدي لمده 3 سنوات، يعني هذه وراح نزيد في بتشمل. عقود. هي من عندي يا ترى. طيب يلا. عقود الصيانه لكل واحد بيشتري النظام من عندنا، بدل السنه او السنتين صيانه مجانيه راح تكون لمده 3 سنوات صيانه مجانيه. دلع ده لا اكثر من هيك يعني. تسلم ايديك يا ومع زول. بالاضافه للخصم اللي حكاه المهندس محمد. اكيد تسلم ايديك يا جماعه. حبيبنا تكرم حبيبي. عزيز وغالي يا ترى. انا اتشرفت بيكم. مبسوطه بالصحاب؟ 100 اتبسطت بالصحاب. نورنا يا توني نورنا. اهم شيء في عالم نحكي الشغل البزنس اللي احنا شركه الثقه، خليني احكي انه نشوف عميلنا مسرور، فاحنا طبعا. الدعوه يعني بيشحن عميل أشكر ببلاش يا عم فيها. طبعا بده يكون مسرور. اتشرفت بيكم. لو طريقتهم يسعدكم. بالشغل وتعاملهم الراقي لا، ما بشجع شاء الواحد الله. إنه يتعامل الله معهم. يسعدك. شكرا يا يعني ابو هم خالد، شركه وانا الثقه وبيت تشرفت. الثقه. يا رب تكون كده استفدت من الفيديو ده. اتمنى كده الفيديو ده يكون عجب الناس كلها، وقد ايه الفت الناس ان الطاقه الشمسيه مفيده، والطاقه الشمسيه هي مش مستقبل، هي بقت حاضر خلاص زي العربيات الكهرباء. اتمنى اشوفكم على خير، ولو عجبك الفيديو اعمل لنا سبسكرايب لو بتشوفنا على اليوتيوب، ولو بتشوفنا على الفيسبوك الفولو الجميل بتاعك. بشكركم، وهسيب لكم ان شاء الله كده في اول كومنت تحت ارقام شركه الثقه علشان حد عايز يعرف يتواصل معاهم ازاي. اشوفكم على خير، سلام عليكم.